بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القارئ السيد حيدر الميالي، أحد قراء العتبة العلوية المقدسة. بدأت سيرتي بالقرآن الكريم سنة 1997-98. مسيرتي القرآنية حوالي 26 سنة إلى 27 سنة بفضل الله. حفظت القرآن الكريم بداية، واستمريت بحفظ المقاطع القرآنية بالطريقة المصرية، وبعدها عندما أتقنت الطريقة المصرية بمقاماتها انتقلت إلى الطريقة العراقية الأصيلة، وسمعت إلى أساطين قراء العراق، القراء المرموقين رحمهم الله، أمثال الحافظ خليل رحمة الله عليه، والشيخ الشهيد مصطفى رعد العزاوي رحمة الله عليه، وعلاء الدين القيسي رحمه الله، وكثير من القراء العراقيين الأصلاء الذين يقرؤون المقام الأصيل بالطريقة العراقية. وآخرا أنا أسمع إلى قراءنا الأحبة الموجودين مثل بلاسم خليل. والآن لدي دورات قرآنية متخصصة بالطريقتين، العراقية والمصرية، الأكاديمية والكلاسيكية. نأخذ الطريقة العراقية بفروعها وقطعها ونطعمها بالتلاوات الفرحة والتلاوات الحزينة حسب سياق الآية ومعنى الآية، وأيضا بالطريقة المصرية بفروعها الأكاديمية. إن شاء الله نقرأ على مسامعكم آية من الذكر الحكيم بالطريقة العراقية وبجزء من فروعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم
بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم.